العلم اللدني علم وهبة ربنا لسيدنا إدريس عليه السلام، وحفظوه أجدادنا لأننا حملة الأمانة وحتى قيام الساعة. علم مليان بالأسرار، ومنه جت قشور علم الطب والرياضيات والطبيعة والعمارة والهندسة وغيره لحد الاختراعات الحديثة. كل العلوم دي اتدونت برسومات توضيحية ومتاحة للكل، واللي أكثرها سرقها الدجال وقت خروجه مع بني إسرائيل من مصر في عهد سيدنا موسى والسامري. وهي دي العلوم اللي بيصدروها لنا الغرب، وقد ايه هم متطورين من عصر الظلام ولحد عصر النهضة والثورة الصناعية. ده غير علوم المسلمين اللي سرقوها في كل المجالات ونسبوها لنفسهم. والخلاصة ان كل ده مجرد قشور علوم سيدنا إدريس عليه السلام. انا دينا البنا، اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج اجندة وسلسلة فك المساس. وقبل ما نتعرف على العلوم دي عايزين نعرف الاهرامات بكل النظريات والابحاث اللي اتعملت عنها دي مين اللي بناها، سواء الهكسوس أو قوم عاد أو الفضائيين أو الجن أو العمالقة أو حتى طريقة نقل الحجارة أو إنها مقابر للملوك. كل ده بلح، لان في الاساس الاهرامات مصدر طاقة كونية حرة لمصر كلها، كان بيخليها زي ضوء النهار كده. وده ربنا وضحه في قوله تعالى: الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وده مثال ربنا ضربه لينا عشان نفهم ويقرب لنا الصورة دي اللي في منتصف الأرض عند شجرة الزيتون المباركة اللي لا شرقية ولا هي غربية. والمصباح ده عبارة عن زجاجة مضيئة بدون نار، وده بينفي برضو ان الأهرامات اتبنت بالنار زي ما أشار لقوله تعالى: فأوقد لي يا هامان. وكل النظريات دي هنشرحها ونتحضر بالتفصيل في حلقة لوحدها. وايوه الفكره زي المصباح الكهربائي، ولكن مش اللي في البيوت عندنا، لان كهربة اليومين دول دي اولا مضره جدا بالبيئه، ثانيا بتضعف وضوءها بيقل قوي مع الوقت. اما احنا هنا بنتكلم على طاقه نور صافيه ونكشها على جدران مسجد دندره لمصباح كهربي بشريط التنجستين ملفوف جواه كده زي الحياه، وبيشتغل بالبطاريات الجافه. وهي دي نفس الصوره اللي سرقها الدجال واتباعه ونسبوا الاكتشاف ده لاديسون، وهو نفس الملفات السريه اللي توصل ليها تسلا في مشروع الطاقة اللي كانت هتبقى ببلاش للعالم كله. ولكن في جهات وسياسات معينة عملوا لازم في الموضوع ده، وبرضه هنعمل لهم حلقة لوحدهم. ده طبعا غير بطارية بغداد. والسؤال هنا هو ازاي اجدادنا كانوا بيشوفوا نقوشاتهم ورسوماتهم وهم جوه المقابر وبالدقة دي، وايه مصدر الضوء ليهم وهم بيرسموا؟ يعني مثلا لو كانوا شايلين شعلات نارية كانوا ماتوا مخنوقين من قلة الأكسجين، ده غير طبعا علامات الهباب اللي كانت هتحصل على الجدران. تعالوا نكمل بقى عظمة مصر وأجدادنا وإبداعاتهم. عندك مثلا عين الحياة في مصر، ودي اللي يشرب منها أو يستحمى بيشفى من كل الأمراض، وهو ده قول الله تعالى: اركضوا برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وبظاهر المعنى للآية أو فكرنا عن ابتلاء سيدنا أيوب وتحمله المرض هو إننا نتعلم الصبر، ولكن باطن القصة هو إن العين دي بتشفي من جميع الأمراض. وعلى سيرة الأمراض تعالى بقى نستعرض عظمة أجدادنا وبراعتهم في العلاج والترياق لكل الأمراض. هم أول ناس عملوا عمليات جراحية دقيقة في المخ والقلب، والمجتمع العلمي بيقف قصادها حاليا مزبهل، اللي هو ازاي المصري القديم وصل لكل ده. وده خلى الكتير قوي يبقى متأكد بأن التاريخ مزور. وفي تعليم منحوته بالناس كانت بتجيله للمعابد عشان تتعالج من الأمراض. وبالمناسبة المعابد كانت بمثابة مستشفيات حاليا مجهزة بالكامل، أما بالنسبة له الطب حاليا فده لعب عيال. وده لان المصري القديم اول من اخترع ادوات الجراحه وسجلها على الجدران، واول حد عمل عمليات تقويم الاسنان من قبل 6000 سنه، وعمل اخطر العمليات بالمخ من قبل 4000 سنه. وده موجود لجمجمه موميا اتعمل لها عمليه تربنه في المخ وموجوده بالمتحف البريطاني حاليا. المصري القديم من اوائل الناس اللي عملت عمليات الدوالي، واول من استأصل تضخم البروستاتا وعالج الضعف الجنسي وسلس البول وحتى تدبيس المعده حاليا، وعرف ازاي يستأصل من المعده عشان التخسيس، وقدر يحقن الدوالي المريء. ده طبعا غير انه زرع عدسات للمكفوفين وقوقعة الاذن لعلاج الصم، ومنظم ضربات القلب وزرع الاعضاء وجراحات التجميل، وقدر يوصف انواع الكسور وطرق وفترة علاجها.
المصري القديم أول ما نكتشف البلهارسيا وصف مراحل البويضات والميراسيديوم والسركاريا اللي مش بتتشاف غير بالميكروسكوب، وسمى السركاريا بالطور الوسيط، وده الطور المعدي اللي بيخترق الجلد وبيعمل الإصابة، واسمه بلغة المثاني بالعاع. زي ما قلنا بنقسم الاسم لمقطعين ونرده لأصله، فهو اختصار لفظ علقة بالقرآن، وده وصف دقيق جدا للسركاريا اللي بتتحوصل جنب المثانة أو المستقيم لحد ما تكبر. وحرف العين التاني بيدل على الطور التاني للعلقة، وهي الدودة اللي بتتحرر الكبد عن طريق الوريد البوابي وسموها حررت. والمصري القديم عرف الترياق اللي بيقضي عليها وهو الأنتومين كلبوس شرجي. وهنا هنقف سيكا مع كتاب مصر علمت العالم لدكتور وسيم السيسي لما قال انهم صنعوا الانتومين على شكل لبوس لانهم ما كانوش يعرفوا الحقن. وهنا نرد ونقول ان المصري القديم استخدم حقن التخدير قبل العمليات، ومش بس كده، ده حدد الجرعات سواء كان بنج كلي او نصفي، ده غير وابل البذل النخاعي والحقن الشرجيه اللي بتقضي على الامساك. ولكن كون صنع الانتومين كلبوس فده في المجتمع العلمي اسمه دراج جيمنج، وهو توجيه الدواء للجزء المصاب مباشرة عشان يزود فعاليته ويقلل الآثار الجانبية اللي بتبقى مكتوبة على روشتة. وده كأبحاث لسه جديدة في عالم الصيدلة لو تعرفون. حاجة كده زي ما بتكون مثلا مصدع وتاخد مسكن في دقايق بتكون أحسن على حسب الجرعة أو قوة المسكن. دي كده نبذة عن الطب عند المصري القديم. تعالوا ندخل على العلوم وتطور ونقول بسم الله. المصري القديم ساب لنا آلية تصنيع المخترعات الحديثة زي الطيارات والغواصات والأطباق الطايرة ووقودها اللي بيشغلها، وده نقوشات على الجدران زي ما ظاهر قدامكم بالشاشة. أجدادنا طلعوا الفضاء والقمر والكواكب بالأطباق الطايرة، ودي سرعتها قريبة من سرعة الضوء لأنهم أول ناس عرفوا قوانين الطبيعة والضوء وغيره، وهو ده قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. وهنا هنقف سيكا برضو ونشرح الآية المعجزة دي. ربنا بينفي القسم بمواقع النجوم، وهنا نفى القسم بالشفق والليل لما يجي وينتشر، وده تفسير العلماء. ولكن السؤال ليه؟ لأن برغم من أن ظاهر الآيات كلها كونية ولكن بتدل على قدرة وعظمة الله المطلقة، والأعظم من ده أننا هنركب طبقا عن طبق. وتفسير الآية دي بعلم ظاهر يعني تبديل الحال لحال، ولكن المعنى الباطني والأعظم من تعاقب الظواهر الكونية هو أن ربنا بيقسم لنا بركوب الأطباق الطايرة، وكمان حدد لنا أن وقت الشفق واللي هو آخر ضوء نهار ووقت احمرار السماء بعد غروب الشمس. والقسم للأمر ده أنه حصل في الماضي من عهد سيدنا النبي وانتقاله للرفيق الأعلى مرورا بعصر الخلفاء، وهيحصل في المستقبل في عصر المهدي المنتظر، وده هنعمل له حلقة لوحده. ولكن نكمل عظمة أجدادنا واللي سابوا لنا نقوشات كهوف تسيلي بزي رجال الفضاء وتجهيزاتهم الكاملة وهبوطهم للأرض، وكهوف تسيلي هنعمل لها كمان حلقة لوحدها. وعندنا فيديوهات كتير سجلت سرعة الأطباق الطايرة الفائقة، ولكن ده ما يمنعش انها من ألاعيب الدجال لأنهم هيوهموا الناس قبل خروجه بالغزو الفضائي، وهيظهر هو على انه المخلص والمنقذ الاسطوري اللي ما حصلش للارض، وبعدها يقدم نفسه كإله. وبنكرر كل علوم الدجال دي اتسرقت مع خروج بني إسرائيل من مصر. وحتى فكرة الأطباق الطايرة أشار ليها سيدنا النبي في حديثه: وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس. وصف سرعته كالغيث استدبرته الريح، وطبيعي الحمار كمركوب بتاع اليومين دول سرعته مش زي الريح. والحمار مهم عند اليهود لأنه مركوب النبي عزيز لما عدى على القرية الخاوية، وهو ده قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وده لما طلب منه بلاق بن صفور ملك مواب لعن بني إسرائيل فباركهم. هم هنا بيرمزوا للعرب بالحمار وتحديدا الحمار الوحشي، وده جاء في سفر التكوين: وإنه يكون إنسانا كالفرا وحشيا يدعو على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن إنسانا وحشيا. ده غير إنهم بيعملوا عيد سنوي ويجيبوا حمار ويكتبوا عليه بيديوم بيت الحمور، أي البدو العرب قادمون ويفضلوا يضربوا فيه بافتراء. والمعنى الثاني لركوب الدجال حمار هو فرض سيطرته على العرب ويكونوا خدامين له، وده طبعا شايفينه وعايشينه في دول كتير جدا خاضعة باسم المصالح والاستثمارات. ده غير ان
بسبب انهم ينتقموا من الفلسطينيين واللي عملوه في الملك بتاعهم شمشون لما أسروه وفقعوا عينه وربطوه في مكان الحمار، وده مذكور في سفر القضاء. فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل من نحاس، وكان يطحن في بيت السجن. ونعود أدرجنا. الأطباق الطايرة صنعها واستخدمها سيدنا إدريس عليه السلام مع أجدادنا عشان يطلعوا الفضاء ويجيبوا الأرض من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، وده حصل وهنعرفه كمان شوية، لأنهم علموا الناس الحضارة ودعوهم للإسلام وأنقذوهم من يأجوج ومأجوج. وما تنسوش المعبر اللي هي مراكب الشمس، والدليل على انهم لفوا العالم الأهرامات وتماثيل أبو الهول اللي في كل بقاع العالم وقارات الأرض كلها من أول اليابان وحتى أمريكا. وتعالوا نقسمها أهرامات في عين حمئة حيث مغرب الشمس، ودي زي أهرامات الشمس وهرم المايا وأهرامات تيوتيهوكان وأوكسمال في المكسيك، وأهرامات جويمار في جزر الكناري، وهرم تيكال في غواتيمالا، وأهرامات بلاد مطلع الشمس زي هرم يوناجومي في اليابان، وأهرامات كازاخستان وروسيا، وأهرامات بلاد ما بين السدين زي أهرامات البوسنة وإيطاليا، وهرم بروبودور في إندونيسيا، وأهرامات الصين وكمبوديا. وحتى أبو الهول موجود في أماكن كتيرة، وأشهرهم بعد أبو الهول بتاعنا اللي في الجيزة أبو الهول اللي موجود على جبل بادرا دي مافيا في البرازيل، وده تحديدا أكد عليه العالم الأمريكي كيروس جوردون إنه أصلي مش مزيف، ده غير إن الخطوط الكونتورية اللي رسمها له قريبة جدا لأبو الهول بتاعنا في مصر، وده معناه إن أجدادنا لفوا الأرض بطولها وعرضها، وده طبيعي لأننا المسؤولين عن الخلافة وإعمار الأرض. ومش بس كده، لأن علماء الجينات لحد دلوقتي بيلاقوا الجينات المصرية في كل مكان بالكرة الأرضية، وده برضو عادي لأننا الجنس الوحيد اللي قدر يحافظ على نقاء سلالته وجيناته بنسبة 99%، وده بيوضح أصل فكرة سلالة دم العيلة المالكة. وده برضو تلاحظوه في إن كتير جدا من الأجانب اللي ما اتولدوش في مصر وإنهم بيعشقوا مصر ونفسهم بتهف ليها، وده بيرجع لأنهم مصريين بالأصل وجيناتهم بتدور على أصلها لما بتفوق وتحب. وحسب وكالتي ناسا ووكالة الفضاء الروسية إنهم لقوا 8 مسلات على سطح القمر وصور المدينة المصرية القديمة اللي بعتتها مركبة الفضاء كيوريوستي من سطح المريخ عام 2015 بكل تماثيلها وأثرها زي تماثيل تحت، ولقوا قمة هرم باينة وباقي الهرم مدفون تحت سطح المريخ، والعلماء أكدوا إن أوجه الهرم دي معمولة بشكل هندسي واستحالة تكون بسبب التعرية وعوامل الطبيعة، وده طبيعي جدا بما إننا بنسمع اليومين دول رحلات السفر ومستودعات ومدن على المريخ، ولكن دوما أجدادنا مسابقين بسنين ضوئية. ولكن تعالوا نعرف معنى ده إيه وإيه الغرض منه. معناه ان جدودنا عاشوا فترة على المريخ واللي تربته غنية بأكاسيد الحديد والمنجنيز والمية، وده اللي بيخليه لونه أحمر، وده برضو سبب تسميته بالكوكب الأحمر. وهنا يستوقفنا قول الله تعالى وأنزلنا الحديد. لاحظوا معايا كده فعل وأنزلنا الحديد، تقولي يعني ايه؟ اقولك الحديد نفسه مش من مكونات الارض، وده اثبته العلماء، وهو ده السبب من اسباب صعود اجدادنا للمريخ، لانهم جابوا الحديد للارض. فالمريخ معروف انه غلافه الجوي رقيق جدا وبيطلع منه الاشعاعات المضره بجسم الانسان، ده غير انه 95% منه ثاني اكسيد الكربون، والباقي هيدروجين وغازات تانية، ودرجه حرارته بتوصل ل 133 تحت الصفر، وجاذبيته اقل من جاذبيه الارض ب 40%. يعني بالبلدي كده ما ينفعش البشر تعيش عليه، فازاي عاش اجدادنا والفتره تخليهم يقدروا يبنوا الهرم وينحتوا التماثيل دي؟ ومن غير اي شك لازم كل ده يكون حصل بتكنولوجيا رهيبه ولا في الخيال، ومش موجوده لحد دلوقتي في زماننا ده. وده كمان اكدوه العلماء واقروا بيه ان البشر اكتشف المريخ من قبل التاريخ، وقالوا ان المريخ كان مليان بالاكسجين وله غلاف جوي واقي ومجال مغناطيسي زي الارض، ولكن فجاه اختفى المجال المغناطيسي، وده خلى الاشعاعات تاثر على الميه وقسمته الاكسجين وهيدروجين، ففضل الهيدروجين في الجو والتربه امتصت الاكسجين واتكونت اكاسيد المنجنيز والحديد. وكل الاثار دي ما سابهاش سيدنا ادريس واجدادنا عشان بس تدل عليهم، ولا دقه اختيار الاماكن والتوقيت كان بشكل عبثي، ولا حتى الارتباطها بساعه اوريون والتماس، فكل شيء له وقت معلوم، وده هنعرفه في حلقتنا الجايه. تعمل ايه بقى لو قلت لك ان اجدادنا اول من صنعوا القنبله الذريه والهيدروجينيه؟ وما خفي كان أعظم. وعندنا شواهد لتجارب التفجير ده في الصحراء الغربية وحصلت من حوالي 50 قرن، وده أثبته فريق علمي متخصص بقيادة سيادة اللواء حسام سويلم وعضوية الدكتور أمجد مصطفى عالم الفيزياء النووية المصري الجليل. والجزء ده كنت حابة أقدمه مع ترند حلقة اوبنهايمر، وإن المسؤول الأول عن القنبلة النووية، وإنه أول من عمل ورقة بحثية لاستقباء الدودي. ولكن نكمل.
فالأسلحة والقنابل دي عمرها ما كانت لفساد الأرض إطلاقا، لأننا كمصريين عمرنا ما كنا معتدين، ولكن كانت من باب قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهنا ركز معايا، ربنا قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة بدون توضيح أو تحديد، يعني بالبلدي كده كل الوسائل الممكنة اللي نقدر نرهب بيها العدو. وده حصل في الواقع ما بين الدول وصراعاتهم وسباقهم ما بين امتلاك أقوى الأسلحة، وكل دولة بتعلي على التانية بأبحاثها وتطورها. والسؤال هنا، مين هو عدو الله في الآية القرآنية؟ بالظبط كده، إبليس ووزير الدجال هو عدو الله وعدونا، لأننا رجال الله الحق وجند الإمام المهدي. واربطوا كمان بين قوله تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم يعلمهم الله، وقوله تعالى على لسان أجدادنا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذ يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهنا لو ركزنا يخرون للأذقان سجدا، فدي طريقة سجود أجدادنا زمان، وده يثبت إنهم ما كانوش كفار، ولكن برضو هنعمل لهم حلقة لوحدهم. وده نفسه يعرفنا قد إيه مصر فاهمة وسابقة العالم بخطوات وسنين في التسليح أو غيره، حتى لو ده مش معلن فكله بأوانه واطمنوا إن جندنا لهم الغالبون. ولو خدنا لفة كده عن عذاب الأمم السابقة في القرآن وإزاي تم إبادتهم زي قوم شعيب وأصحاب مدين، هنلاقي قوله تعالى: فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهنا ربنا سلط عليهم الحر 7 أيام من غير أي ظليلة، وبعدين بعتهم سحابة افتكروا فيها نجاتهم، فكانت نار عذابهم وأكلتهم، وده كان عذاب يوم الظلة. ولو بصينا للاختراعات والأسلحة الجديدة حاليا هنلاقي القنبلة الهوائية، ودي صنعها الأمريكان في 2003 وسموها أم القنابل. وفي 2005 الروس حبوا يعلوا على الأمريكان وصنعوا قنبلة أشد فتكا منها وسموها أبو القنابل في 2005. وإحنا قلنا سباق وصراع ما صدقتنيش، فتيجي 2007 وتصنع أمريكا القنبلة الاستفراغية، ودي تاني قنبلة في التدمير والقوة بعد القنبلة النووية، ومليانة كيماويات وغازات وطولها حوالي 10 متر، وبتنفجر في الهواء بدون ما تشتعل على ارتفاع أمتار من الأرض، وبتنشر الغاز على مسافات كبيرة بقطر حوالي 12 كيلو متر، وبتكون على هيئة سحابة غاز كبيرة كفيلة تدمر قرية كبيرة. والانفجار ده بيشفط كل الهواء الموجود تحت السحابة، وده كفيل يسحب الهواء اللي جوه الرئتين من الجسم، وده بيخرج العينين من مكانها ويفجر طبلة الودن والشرايين والأعضاء الداخلية. وقوة الضغط دي كفيلة تقلع سطح الأرض، ودي اللي استخدموها في ضرب الحصون تحت الأرض بأفغانستان والعراق. لو بصينا على الشرح اللي فوق ده هتلاقيها نفس مشاهد عذاب قوم مدين تقريبا كده. فالظل هي الغمامة السوداء اللي حصلت بعد 7 أيام حر فبخرت السوائل واللي عملت الغازات، وطبعا لما اتجمعوا تحتها اتقلبت الغمامة لجحيم ونار أدى لصيحة ورجفة خلتهم جسيمين. وصيحة عبارة عن صوت شديد جدا زي صوت الانفجار كده، والرجفة هي زلزلة الأرض تحتهم، وهنا كانت نهايتهم ونزولهم على ركابهم وخروج عينيهم من مكانها، وده نفس تأثير القنبلة. وده مش معناه ان ربنا عذبهم بتفجير قنبلة، ولكن المقصود ان المخترعات بتاعت دلوقتي هي محاكاة، طالما شيء موجود بالطبيعة ويقدروا يستخدموه ويخترعوه، زي ما موجود حاليا محاكاة لعالمنا. ثانيا هلاك وعذاب قوم عاد بريح الصرصر العاتية زي الإعصار، وده حاليا بنسميه حروب المناخ بأشكاله زي الاستمطار الصناعي وصناعة الفيضانات والزلازل والبراكين وكل الكوارث الطبيعية. ثالثا عذاب قوم ثمود، ودول هلاكهم بالصيحة والرجفة زي قوم مدين، وده هنا بالظبط زي فيديوهات أبواق السماء اللي انتشرت من فترة، وده نوع من انواع اسلحه الدجال، وتقدر تعتبره تمهيد لصيحه ابليس اللي هيفتن بيها الناس بعد صيحه سيدنا جبريل عليه السلام كتبشير لقدوم سيدنا الامام المهدي عليه السلام. وهو ده قول الله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وهو ده قول سيدنا النبي انها هتكون في نص رمضان، وهيوافق يوم جمعة بعد صلاة الفجر بشوية. اذا كانت صيحة في رمضان فانها تكون معمعة في شوال، وتميز القبائل في ذي القعدة، وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم. وما المحرم؟ يقولها 3: هيهات هيهات يقتل الناس فيها هرجا هرجا. قال: قلنا وما صيحة يا رسول الله؟
قال: هدة تكون في نصف من رمضان يوم جمعة ضحى، وذلك إذا وافق شهر رمضان ليلة الجمعة، تكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العوائق من خدورهن في ليلة جمعة سنة كثيرة الزلازل والبرد. فإذا وافق رمضان في تلك السنة يوم جمعة، فإذا صليتم الفجر يوم الجمعة في النصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وسددوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم، فإذا أحسستم بصيحة فخروا لله سجدا وقولوا: سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، فإنه من فعل ذلك نجا ومن ترك هلك. والنفس الصيحة دي لما ينفخ سيدنا إسرافيل في الصور فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة أخرى للبعث. وهو ده قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فكلها صيحات مرجفة مع الفارق طبعا. وحتى عذاب قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وده عذاب ربنا، ولكن محاكاته مع الطبيعة، فهي الحروب البيولوجية في عصرنا. وأمثلتها كتير. على سبيل المثال حصل في مصر وغيرها هجوم لأسراب الجراد سنة 2013 و2015، وده كله شغل مفتعل من المسؤول. والمقصود من الشرح هو تبسيط وتقريب المعلومة، وطبعا ولله المثل الأعلى. ولكن خليك فاكر إن أجدادنا اتحكموا في الطقس، وده اللي بيعملوه الغرب حاليا من حروب المناخ. ولأن مصر كانت جنة ربنا في الأرض المليانة بالخضرة وفيها كل خيرات العالم، وهي نفسها خزائن الأرض من فوق وتحت. وهو ده قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. والمصريين القدماء أول ناس عالجوا ظاهرة الاحتباس الحراري بعد ما اكتشفوا الغازات الدفيئة وعرفوا إنها السبب في ارتفاع درجات الحرارة. ووصل الأمر إنهم خلوا درجة حرارة أوضة الملك في الهرم الكبير ثابتة عن 22 درجة مئوية طول السنة. وده جزء بسيط وغايض من فيض عن عظمة وأسرار أجدادنا. والحلقة الجاية هنعرف علوم التحور الجيني والهندسة الوراثية والاستنساخ وعلاقته بنقوشات ورسومات أجدادنا لجسم الإنسان براس طير أو حيوان. أنا كده خلصت، ولو استفدت من الحلقة ما تنساش تدعمنا بنشرها وتسيب لايك وكومنت. كنت معكم أنا دينا البنا، سلام.